يحكيوا على راجل يخدم قلفة، كما نقولوا حراري ولا شواشي ولا بلغاجي ولا صنع عطار ولا صنع قهوجي. كاري بيت في دار بالجيران ساكن فيها هو ومرته، يخدم وينهات وهو مش مخلص نفسه، وكرا البيت يتجمل عليه بثلاثة ولا 4 أشهر، وهو العام الكل مبلع للعنكوش عند العطار. يا سيدي قدر عليه ربي هك الراجل، حبلت المراه ولدت جابت ولد في وقت كيف هذا. قال بقسمه، هذه نعرفوها، لكن توا ايش مش نلبسوه وباش مش نقمطوه ومنين مش نجيبوا له الحوالي والنافسه مش نوكلوها والقابله باش مش نخلصوها. الراجل ما يكسب الا زويز فرنك في مكتوبه، ولا وراه لا قدامه، حار دليله. المراه ولدت كما نقولوا فجر، فين مش يمشي؟ على شكون مش يقف؟ باب شكون يدز؟ اشكون يقصد؟ قال لا عين ترى لا قلب يوجع. توخش يخمم ويضرب في خماسه وفي سداسه وينصف في البيانوات، الدنيا الكل مسكرة في وجهه، تقطع الرجاء عظيم الرجاء. قال لك راجل بلا مال محقور في دنيته مسواشي، جاء في راس الزنقة وقعد، ذاقت به المذهوبة. قال نمشي العرفي، هو عرفي نعرفه ويخلص فيها بالنهار وما نزالوا حتى شيء الحقيقة، ونعرفه ما يحبش التسبيق هذايا وهالهرجات، لكن بالك يدلوش ربي ويسبق لي حتى زويز دوره ندبر بهم راسي. لكن عرفه يسكن في حق الوقت وهو ما عندوش حق ركوب. قال مش على سقيا، وبركة هالصبح والفجر وهالملايكة ربي يجيبوا شيء الضوء. توكل بالله شد ثنية، شق المدينة سيد المرجاني، وصل للبياسة ما نقولوا. هو ماشي تحت الحيط ويهف ويحس في الماء قطر عليه على وجهه. هز راسه وخلصه قدام بلاص عظيم الشان، وشباك من الشبابك محلول، وهالقرد حشاكم واقف في الشباك عليه. عجيب هكا ما يزينيش الذل والعراء وقلة ما في اليد، ونافسة قاعدة بالشر وصغير يغاغي، ويزيد قرد عليه على أسباح. طارت له تغشش، تفتف هز حجرة وشيحها على طول يده، رماها على القرد. القرد ما هو اللي يعمله الناس يعمل، دخل يجري من الشباك ومن خرج يجري وطبس ورماه حاجة شنشنت في القاعة على الصرص. جاء الراجل يشوف قادوره، هز حجرة أخرى ورماها، أرماله الآخر دوره، ولا هو يجري فاك الزنقة ويلقط في الحجر ويرمي، والقرد داخل خارج الشباك يرمي في الدوارة. حتى عياهك الراجل وتعب ولبوا العرق وعيط بالك يجري مروح للدار. اجرى ومنها وقف، قعد على عتبة حانوت يخمم. قال يا فلان يا الفلوس مروح بيهم يا اخي، حلال ولا حرام؟ النفس العينة تقول طعمك ربي. نسيت كيفاش امك كانت تدعي لك بالخير وتقول لك برا وليدي يعطيك رزق الله سعيد. هذا هو الرزق الله سعيد. برا امشي يعطي القابلة بشارتها، واشري تقريتها للمرأة تكبس بها راسها، واشري الحوايل الصغير والسميد والزيت والسمن، واضرب عصيدة هايلة، واشري الجلجلال والعسل والزرير باش تلقاو ما تحطوا للنساء اللي مش يجيو يهنيو،
واشري جبيبه ليك انت وبرين ساخر، هذايا هو شاء ما عادش يدفي. وليلة السابعة اعمل عوادة، اعمل فرحة ولم احبابك واصحابك وزها وهي عند ربي. والنفس الكريمة تقول له ها يا فلان هذا رزق حرام، اليوم واسع وغدوة ضيق، القبر شبرين راهو. تمشي اليوم تشري وتحل في العريض وتاكل وتشندق وتبندق وتزهق، ونهار اخر كيف تاخذ قدام حاكم الحاكمين وتنصب الميزان اش تقول؟ يعجبك توا مرتك نافسه وقبرها محلول توكلها حرام، وولدك ملايكه توكلوا الحرام وتلبسوا الحرام، ويشومك طول ليلك النهار اللي مش تاخذ قدام ربي ويبدا يقشر يجرد من لحمك باش يخلص مولا الفلوس. وبدات النفس الكريمه تقول من جهه والنفس اللعينه تقول من جهه، وهذه تبني والاخرى تهد، حتى رجع له شاهد العقل ونعل الشيطان وقال الله لا يكتب لي رزق الحرام الفقر ولا السرقه. وهز نفسه وقام ارجع لهاك البلاص. ايا تحل الباب، خرج المنفقجي، جاء الحلايبي، جاء الخباز، خرج تخديمه بسطل الماء ونشافه تمسح. قالت له اش بيك يا بابا؟ قال نحب نقابل مولا الدار. قالت له تو قاعد يصلي. اما زوز ارتاح على كل حال. دخلت البيت قعدت ساعة من زمان وهو يستنى، ومن جهات قالت له يا معايا. دخلته على سيدها، راجل كبير قدامه مصحف قرآن وهو يقرأ. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل زادتني بركة، لابس عليك؟ قال له يا سيدي جبت لك رزقك. رزقي؟ رزقي؟ قال له شبيه عندك؟ قال له يا سيدي انا صانع حرايري وقليل والمراه ولدت وما عنديش فلوس، خرجت على الفجر ماشي العرفي في حلق الواد فماشي ما يسبق لي متاع جماعه. يا اخي انا متعدي وقرد عليا من الشباك متاع دارك، تغششت رميت عليه حجره رمالي دوره، رميت حجره اخرى رمالي دور اخر، انا نرمي من جهه ويرمي من جهه، شفت النهج تنشر الكل بالدواره، لقطت الكل وهربت. لكن في الثنيه يا سيدي رجع لي شاهد العقل، هاني رجعت وجبت لك رزيقك. قال عجايب، منين جابهم القرد زعما البارح خليت الخزنه محلوله؟ تريجه معايا. طلعوا للطاق الفوقاني، دخلوا البيت الخزنه، خزنه حديد هامه واصله للسقف، مسامرها صفر المسمار قد كعبه بلقدان، اللي يشوفها بنظر برك يشبع، لكن الخزنه مسكره. منين القرد جبد الدواره؟ بدا هاك الشايب يدور في البيت وفاكس حتى لقاه فنيق بحذا الشباك، وهاك الفنيق هذاك ملاصق بالدورو. قال هاو منين هز الدواره؟ الفنيق نسيت البارح ما ردتوش للخزنه. ها القرد هذايا قاعد يهز لي في الفلوس ويرمي فيهم للشارع، يحب يخليه داري الا ما نبيعه. صب يا ولدي. قالوا صب في الفنيق، هاك الفلوس اللي عندك في الطربوشه. صب الاخر الطريبش الكل في الفنيق، تعبى ولا جماع، وبدا مش يندم، الفليسات كانوا مدفينه. يا اخي قال له الشايب هز، راح تنجم تهز الفنيق. جاي جرب هزه، رماها على كتفه وصلوا لراسه. قال له برا وليدي عليك الامان، امشي اشري ايش يلزمك واستر نفسك، ربي طعمك، توا الفلوس ولاو لك حلال. يا سيدي ياسر كيفاش الروم تاعك كثر خيرك شنو؟ قالوا برا برا لا تبوسني نفسك في خيري، طعمك ربي، وربحت على خاطر نفسك طيبه وما تحبش حرام. وعلى كل حال ما يقولوا نواصي واعتب والبعض من ذريه، هذا يبيك ساعد هالولد اللي تولد جديد. اي برا في الامان. ومش لازم عاديك نحكيو على فرحتك الراجل واش مشى شراء
واش قص واش فصل اللي ثم تعرفوه.